الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إمام المجاهدين والغر المحجلين. وارض اللهم عن صحابته الغر الميامين الذين حملوا الراية من بعده ففتحوا العالمين إلى أن وصل هذا الدين العظيم إلى هذه البقعة التي نحن الآن فيها، والتي كانت تسمى قبل الإسلام بالقسطنطينية، وبعد أن فتحها المسلمون على يد القائد العظيم الذي فتح الله على يديه محمد الفاتح، هذا السلطان العثماني المسلم الذي لم يتجاوز عمره 21 عاما عندما فتح القسطنطينية ليصبح اسمها في ظل الإسلام إسلامبول، أي مركز الإسلام، ولتنقل الخلافة وعاصمة الخلافة إلى القسطنطينية التي أصبح اسمها إسلامبول، وأصبحت مع الزمن تعرف إسطنبول، ولها اسم آخر الأستانة أو الباب العالي. نحن الآن نقف على ما يعرف بالقرن الذهبي، وهو امتداد لبحر يتصل في البحر إيجا ومضيق البسفور. فعندما عجز العثمانيون بقيادة محمد الفاتح فتح القسطنطينية من اتجاه مضيق البسفور من منطقة البسفور، ألهمه الله خطة عسكرية تعتبر في التاريخ هي من الخطط العسكرية التي هي محل دراسة وبحث. ومن عظمة هذه الخطة حتى أن البعض شكك في صحتها وأنها كيف ممكن أن تكون، ولكن الذين كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهدى الله محمد الفاتح إلى خطة عسكرية عظيمة كانت سببا في فتح القسطنطينية، حيث نقل السفن الحربية من مضيق البسفور إلى القرن الذهبي عن طريق البر، حيث هناك فاصل بري، وكان نقل ذلك بمادة لزجة جدا، هي مادة نفطية كما يقال، دهن فيها البر وسحب إليها البواخر وزلجها على هذه المادة اللزجة، ثم نقلها من خلف قوات الروم المتحصنين في القسطنطينية وبعيدا عن أعينهم، ونقلها إلى الخليج الذهبي، إلى القرن الذهبي، إلى هذا البحر الذي نقف الآن نحن على ضفافه، والذي أصبح موحدا لله رب العالمين منذ ذلك الحين. فنزل جند محمد الفاتح من القرن الذهبي إلى البر، وإذا بهم على أبواب على مباشرة على أسوار القسطنطينية التي نحن الآن نقف في مواجهتها، وانطلقوا إلى هذه القلعة والتفوا على قوات الروم في القسطنطينية واقتحموها وهم يهللون ويكبرون. وكان فتح من الله عظيم، حيث التف عليهم من الخلف محمد الفاتح فأوقع بأيديهم، وتب الذعر والرعب في قلوبهم وهم يسمعون نداء الله أكبر. وتحولت بفضل الله سبحانه وتعالى عاصمتهم القسطنطينية إلى عاصمة للدولة الإسلامية، وبدلا من أن يكون شعارها الصليب أصبح شعارها الهلال الذي يكتب تحته لا إله إلا الله محمد رسول الله، شعار التوحيد. وتحولت آيا صوفيا التي هي بمثابة الفاتيكان في روما، تحولت إلى مسجد ضخم يرفع فيه اسم الله ويذكر فيه اسم الله ويتصلى فيه بالأوقات الخمسة،
وأصبحت آيا صوفيا موحدة لله رب العالمين بفضل هذا القائد العظيم الذي تفضل الله عليه رب العالمين بهذا الفتح المبين، والذي محمد الفاتح بشر به محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ستفتح عليكم القسطنطينية ثم روما. قالوا: أيهما أول يا رسول الله؟ أيهما قبل؟ قال: القسطنطينية، ونعم الأمير أميرها، ونعم الجيش ذلك الجيش. ولذلك منذ الفتح الأول تسابق الصحابة وفي عهد معاوية على أن ينطبق عليهم الحديث، وقاموا بعدة محاولات لفتح القسطنطينية، ولكن لله أمر فلم يتم الفتح، ولم يعطى هذا الفضل إلا لهذا السلطان العثماني العظيم، فانطبق عليه الحديث. وبالفعل منذ ذلك الحين والقسطنطينية اسمها إسلامبول أو اسطنبول، وأصبحت عاصمة الخلافة العثمانية لمدة 600 عام، إلى أن جاء أتاتورك لعنة الله عليه وهدم دولة الإسلام ودولة المسلمين بالتعاون مع القوميين العرب الذين تحالفوا مع الصليبيين مع بريطانيا العظمى، وهدموا دولة الإسلام، آخر دولة إسلامية في التاريخ، ومزقوا هذه الدولة إلى دول، ومزقوا رايتنا إلى رايات، وأصبحنا في ظل هؤلاء القوميين أضحوكة للأمم ومهزلة للتاريخ. خرجنا من التاريخ، الكل يتطاول علينا، لا قيمة لنا ولا وزن ولا اعتبار بين الأمم، لأننا ليس لنا قيمة ولا وزن ولا اعتبار إلا بهذا الدين. فعندما تخلينا عنه تخلى الله عنا، فأصبحنا في تيه وفي ضياع وفي ذل وفي هوان، لا نعرف طعما للنصر ولا طعما للعزة ولا طعما للكرامة منذ ذلك الحين، منذ ما يقارب 100 عام. ولكننا الآن نعيش في مرحلة إن شاء الله ستقوى هذه المرحلة التي امتدت منذ مطلع القرن العشرين، مرحلة الذل والخزي والعار في تاريخ الأمة، بدأت تقوى بهذه الثورات المباركة، والأمة الآن تستبشر بالثورة السورية المباركة التي إن شاء الله سينبثق عنها وحدة الأمة، سينبثق عنها جيش الأمة الذي يعيد للأمة عزها، يعيد للأمة مجدها، لنعود إلى التاريخ من جديد، ليعود لنا الوزن والقيمة والاعتبار بين الأمم. وهذا اليوم أصبح قريب، حيث بشر محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم تكون فيكم الخلافة راشدة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يكون فيكم ملك عاضا، يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يكون فيكم ملكا جبريا، يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم تكون فيكم خلافة راشدة على منهاج النبوة. ثم سكت. والله أعلم أننا اقتربنا من هذه المرحلة، حيث بدأ الحكم الجبري في الأمة ينتهي ويتساقط تحت ضربات هذه الثورات المباركة التي إن شاء الله سينبثق عنها الخير الكثير، وخصوصا الثورة السورية المباركة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر.